التخلص من العمالة الفنية المقدمة المباشرة للخدمة في هذه المؤسسة. لو أنا عندي قهوة وفيها 7 بيشتغلوا على الأرضية وواحد قاعد على الكيسة، رحت عاكس ومخلي فيه اللي قاعد على الكيسة ده هو اللي بيعمل كل الحاجات، هو اللي بيغسل ويعمل ويخلي كل حاجة في الدنيا ويقرف ال6 عمال اللي شغالين على الأرضية دول، هيقدموا مشروبات أسوأ يسهل التخلص من الموقع ده. ببساطة احنا في دولة تتعامل مع العاملين بها على انهم عبء زائد عن الحاجة يجب التخلص منه، من تلته، من نصه، من ربعه، من خمسه، على حسب بقى. مش ده الموضوع، مش المشكلة قوي كام في المية هيتم التخلص منه، لكن فلسفة القانون قايمة على انه العاملين المدنيين بالدولة هم عبء على الحكومة، مجموعة من المرتزقة اللي بيتحصلوا على أجور تكفيهم يروحوا وييجوا لشغلهم، والباقي هم هيدبروه من الرشوة، من شغلانة تانية، من شغلانة ثالثة، لكن هم ما بيشتغلوش. يعني تقول لهم زودوا مرتبات الناس فيبقى الرد هم بيشتغلوا. طب زودوا مرتبات المدرسين، طب زودوا مرتبات الأطباء، ما هم فاتحين عيادات. طب اعملوا كذا، ما هم بيعملوا كذا. وبالتالي يصبح الأمر كما لو كانت الحكومة بتاعتنا شايفة إن الفلوس اللي بتاخدها المال العام للدولة دي اللي هي أمينة عليه دي فلوسها الشخصية، وإحنا نعمل لديها مش نعمل معها، نشتغل عندها، فهي اللي تقرر في كام في المية زيادة. ودي خدعة، مش بس فكرة الأطباء والمعلمين لو أضفتهم للعاملين المدنيين بالدولة، لكن خلوني أضرب مثال أكثر وضوحا بالعاملين في مجال التعليم اللي أنا بفهم فيه على قد ما أقدر. إحنا عندنا عجز في عدد المدارس في مصر بحسب كلام السيد رئيس الجمهورية 20,000 مدرسة. اللي أنا عارفه إن العجز هو 33,000 مبنى مدرسة. لكن رئيس الجمهورية قال 20,000، إحنا هنصدقه. بناء على التقارير اللي بتقدمه فيجي هو قال كده انا هصدقه، هو انا مش مكدبه. فيجي يبص على الوضع الراهن ويقول لي ده انا عندي تكدس في الاداريين اللي بيشتغلوا في التربيه والتعليم. في الحقيقه احنا عندنا عجز، لان لو بنى 20,000 مدرسه الاداريين اللي موجودين مش هيكفوا. لو اتنسبت للمدرسين، لانه في عجز في اعداد المدرسين كمان، عجز يصل لحوالي 25% على الحالة الموجودة الآن، مش لما يبنوا 20,000 مدرسة. فبينسب عدد إداري التعليم لعدد المعلمين، مضيفا لعدد إداري التعليم كل من يشغل الوظائف الإشرافية والإدارية، اللي هو أصلا مدرس مش موظف إداري بيعمل في الأعمال الكتابية. وبعدين يقول ده أنا عندي موظف إداري كل واحد من 10 مدرس. المفترض إن النسبة تبقى للطلبة لعدد الطلاب اللي موجودين، لان ده بيقدم الخدمه للطالب وولي الامر مش للمعلمين فقط. وبالتالي الخدعه بتاعت الارقام والدخل بتاع هم كام في المية زياده وكام في المية نقص وكام في المية كذا وكام في المية كذا، انا شايف انها متاهه الحكومه دأبت على، او الحكومات المتعاقبه او الدوله المصريه زي ما انتم عايزين تقولوا، دأبت على ارباك المجتمع المصري فيها عبر ارسال مثل هذه النسب. لكن الفلسفة الأساسية وراء قانون زي قانون الخدمة المدنية اللي هو في الحقيقة انتقص من حقوق الناس في بعض الحاجات اللي في القانون 47، زي موضوع الأجازات بدون مرتب، وزي موضوع اللي أشار له أستاذ محب واللي أشارته الدكتورة منى. مش عايز أغرق في تفاصيل مواد القانون، لكن الفلسفة الأساسية للقانون هي التعامل مع العاملين المدنيين بالدولة وصفهم عبء على الحكومة وعبء على المجتمع، وبالتالي يتوجب التخلص من جزء منه. لصالح إيه؟ لحساب إيه؟ لا أستبعد أن تكون هذه الحكومة أو هذه الدولة تفكر فعليا في خصخصة الخدمات المدنية التي تقدم للمواطنين في المستقبل بعد ما يتم التخلص من الناس دول. عندنا واحد اسمه محمد شلبي عدى 50 هيطلع السنة اللي جاية معاش مبدل زيه وزي 10,000 واحد. فتيجي شركة تقول أنا استفيد بالخبرات دي ويشتغلوا على الإنترنت. أنت عايز تعمل إيه لابنك؟ عايز تطلع شهادة ميلاد؟ طب ادفع لنا بس أنت الرسوم وإحنا هنروح. روح يا محمد استغل علاقاتك، وده بيحصل من دلوقتي.
مش هيحصل لسه في المستقبل. فيبقى في توسعه في خصخصه الخدمات العامه اللي بتقدم للمواطنين، وده حاصل بالفعل في التعليم والصحه، لان في التعليم والصحه الحكومه بتشتغل على منطق استرداد التكلفه مره اخرى. زملائنا المدرسين اللي قاعدين يعرفون مثلا في المرحله الاعداديه والمرحله الابتدائيه بشكل اكثر انتشارا ان في اجتماع في كل اول سنه دراسيه اسمه اجتماع المجموعات المدرسيه. المدرسين بيتفقوا مع مدير المدرسه هيدفعوا فلوس قد ايه على كل فصل من الفصول اللي بيدرسوها لهم، وبعض المدرسين يدفع راتبه بالكامل، يوقع على استمارة المرتب ويطلع 20 30 جنيه من جيبه ويديهم للسكرتير ويقول له كده انا دفعت نسبه المجموعات، ويبقى من المدرس للطلبه يديهم دروس، يقتلهم، يذبحهم، هو حر فيهم. ده اقل شويه في المرحله الثانويه، لكن ده منتشر ابتدائي واعدادي. في الصحه العلاج الاقتصادي والعلاج كذا والى اخره. التفاصيل اللي من هذا النوع هي فكره اعاده او استعاده تكاليف الخدمه المقدمه، المجموعات المدرسيه في التعليم، المدارس التجريبيه. احنا عندنا في التعليم اول دوله في العالم، كان وزير المواصلات من يومين بيقول احنا اول دوله، في الدوله الوحيده في العالم اللي بتاخد جنيه في تذكره المترو. احنا الدوله الوحيده في العالم اللي الحكومه بتاعتها بتعمل مدارس اجنبيه مسمياها مدارس دوليه تدرس مناهج دول اخرى. احنا الدوله الوحيده في العالم اللي فيها الظاهره دي.